كان في بطولة موبايلي ثانوية تبوك ثانوية الملك فهد، ايش كان انطباعك لهذه المباراة اليوم؟ والله النهائي كان حلو بين الفريقين وكل أمانة يعني استمتعنا كالجمهور على مستوى الفريقين. نبارك ثانوية تبوك على البطولة، يستاهلوا كل خير، وهذا ثانوية الفهد. طيب شاهدت اليوم نجوم؟ بكل أمانة موجودين في نجوم في الفريقين من ثانوية الفهد ومن ثانوية تبوك. فكرت انك تختار احد اللعيبة؟ بكل أمانة ثانوية تبوك موجود 3 لاعيبة عندي بالنادي. أكيد احنا محتاجين نتابع اللعيبة المتميزين عشان نستقطب من النادي السبوع. مازن عزيز دائما متميز في البطولات، سواء كانت في الحواري او في البطولات الطويلة. نظرتك انت مستقبلية ايش اللي تنظر؟ أولا كمدرب يعني. احنا لسه ما وصلنا مرحلة مدرب لسه عزيز. بس بإذن الله احنا نطمح أن نكون مدربين لتنظيم منطقة تبوك. من ناحية البطولات نحن لسه حواري. احنا بطولة واحدة منطقة تبوك السنة هذه. ان شاء الله خير السنة المقبلة بإذن الله. انطباعك عن مباراة ابو عبيدة وقادسية اليوم قصدا؟ والله ابو عبيدة وقادسية الاستاذ بدر الضمري والاستاذ ممدوح، يعني كل ما يعني ابو عبيدة يعني اشكالهم يعني على حارة، يعني نميل شوي لابو عبيدة اليوم مع ابو عبيدة يعني قلب وقالب. طيب تتمنى البطولة؟ بكل أمانة كلمة أخيرة للجمهور المتواجد اليوم. الله يعطيهم العافية. أتمنى الجمهور هذا كمان يحضر في مباريات الوطني والصقور عشان نشوف يعني الناس تشوف ان أندية تبوك عندها جماهير زي الموجودة. طيب بالنسبة للبطولة خارج البطولة هذه، الآن أنت تعتبر أحد المدربين شباب الصقور، مضبوط؟ إيش تنظر للنادي هذا؟ والله بكل أمانة يعني نادي الصقور اللي يخش النادي ده يعرف ايش معنى الوفاء والحب للنادي بكل أمانة. يعني راح نلقى فرق إن شاء الله بين الوطني والصقور؟ والله ما في فروقات اصلا، احنا يعني بالاخص الفئات السنيه ننافس دائما مع الوطني والفريق الاول الحين ان شاء الله باذن الله الواحد الاحد عندهم مباراه ضد الكوكب ذهاب واياب، ونصل الدرجه الاولى باذن الله الواحد الاحد مع الفريق الوطني باذن الله. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يسعدك استاذ. يلا السلام عليكم. يعطيك العافيه. اليوم كانت اختتام بطولة المدارس الموبايلي بين ثانوية الملك فهد وثانوية تبوك، واليوم أيضا نشوف الآن نشاهد مباراة نهائية أيضا بين متوسطة القادسية ومتوسطة أبو عبيدة. في البداية نرحب فيك. حياكم الله. هلا والله يا رب صعيبة تبوك على ضحك الساعة. نعم. ايش كان انطباعك اليوم بحضورك وشرفك الكبير لنا بحضور المباراة النهائية؟ والله شعور جيد ان احنا نكون بين ابنائنا الطلاب في هذه البطولة الثالثة، العام الثالث على التوالي التي ترعاها وزارة التربية والتعليم بمشاركة القطاع الخاص مثلا لشركة هواي، لها كل الشكر والتقدير على هذه الرعاية الجيدة التي من خلالها نكتشف المواهب من بين ابنائنا الطلاب في الرياضة خاصة عامة وفي كرة القدم أيضا. من هذا أجد نفسي الآن بين أبنائي فريق المسؤولين ترك الآن ما شاء الله هزيج كروية جميلة جدا. طلابنا يلعبون كفريق موحد بمدارس منطقة تبوك. الآن الحمد لله نقول للفائز مبروك، وايضا للخاسر ايضا مبروك، لانه لم نخسر شيء الحمد لله. هم ابنائنا هم كلهم فائزون باذن الله تعالى. نكرر الشكر والتقدير للشركه الراعيه ولوزاره التربيه والتعليم التي اتاحت فرصه لابنائها الطلاب في شتى مناطق المملكه في مثل هذه البطوله، ونتمنى فعلا ان تتكرر في العاب رياضيه اخرى. طيب في السنوات القادمه ان شاء الله هل راح يكون هناك تطور جديد لهذه البطوله؟ أتمنى إن شاء الله أن نحن نرى ليست فقط في كرة القدم، طبعا المعروف في وزارة التربية والتعليم أنها ترعى جميع أنواع الرياضات، إن كانت رياضة حركية أو رياضة ذهنية أيضا من خلال المقررات والكتب والمسابقات الثقافية، ولكن أيضا نتمنى أن نرى في الرياضة البدنية ما يمثل بعض الألعاب الأخرى مثل كرة القدم، كرة الطائرة
كرة السلة والألعاب المائية التي أيضا تمثل هناك مواهب سوف تكتشف في هذه الألعاب الأخرى لو أعطيت الفرصة إن شاء الله في الأعوام القادمة بإذن الله سوف تدرس هذه الوزارة أعتقد من خلال العمل الدؤوب لوزارة التربية والتعليم ممثلة في إشراف التربية وإدارة النشاط التربوي بالوزارة. أعتقد هناك إن شاء الله رغبة من الجميع بأن يكون هناك أيضا لجميع الألعاب رعاية أخرى نتمنى من شركات غير شركات أيضا شركات أخرى من القطاع الخاص في ظل الحمد لله ما تعيشه بلادنا العزيزة الغالية في ظل هذه اللحمة الطيبة الجميلة أن نحن نرعى مثل هذه الأبناء ومثل هذه الطلاب في مثل هذه المناسبات الرائعة. شكرا. الدكتور عمر، نشوفك ان شاء الله في البطولات الجايه مثلا كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد. والله أنا أولا الحمد لله بفضل الله يمكن من حبي للنشاط أولا منذ أن كنت مديرا لمدرسة ثم مشرفا وكنت مديرا إشرافا يعني أميل للنشاط وأميل للرياضة ولدي مؤمنة رياضية الحمد لله بفضل الله، وإن شاء الله يعني أكون متواجد في أي لحظة ليس راعيا للحافل أو إنما أكون أيضا مشاركا مع أبنائنا الطلاب. أتشرف بهذا. الله يعطيك العافية. شكرا. الله يسلمك. اليوم كان اختتام بطولة موبايلي بين ثانوية الملك فهد وثانوية تبوك. معنا اليوم الأستاذ محمد ربيع. حياك الله. أهلا وسهلا، حياك الله. ايش كان انطباعك اليوم عن مباراة الثانوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله الحمد لله اليوم كانت المباراة تعكس صورة طيبة قبل كل شيء، صورة تربوية عن أبناء المدرسة، الروح اللي ظهروا فيها أبنائنا الطلاب في الملعب أثناء المباراة وبعد المباراة كان هناك روح طيبة ولله الحمد. بعد ذلك الحمد لله الروح الفنية عالية جدا في المباراة بشهادة السلطات وبعض الجمهور. كيف كانت استعداداتكم لهذا البطولة؟ والله بسم الله لنا تقريبا شهر كنا ولله الحمد استعداد دائم قبل البطولة من ناحية الناحية الإعلامية داخل المدارس وتكوين اللجان الفنية، تكوين لجنة الحكام وتوزيع المدارس، وكان أغلب المدارس في المرحلة المتوسطة والثانوية ولله الحمد كان استعدادهم جيد وكان عندهم وعي في شروط البطولة ونظام البطولة، لأن هذه ولله الحمد السنة الثالثة على التوالي تستضيف المنطقة بطولة الموبايلي لكرة القدم. طيب ايش انطباعك عن مباراة المتوسطة بين البيضاء والخلفية؟ والله بالنسبة للمرحلة المتوسطة يعني ربما يكون لنا تحفظ بس على مساحة الملعب بالنسبة لسن الطلاب، لكن قد يساعد في ذلك هو قصر زمن شوط المباراة يكون تقريبا يعني موافق لسن الطلاب من حيث الإجهاد وتأخر ظهور التعب عندهم إن شاء الله. نهائي البطولات الثانوية والمتوسطة، هل في بطولات خارجية لكم؟ اي نعم. الفائز ان شاء الله زي ما شفنا في المرحله الثانويه تاهل الثانويه والان المتوسط والميدان الرئيسيه. الفائز من المرحله الثانويه المتوسطه سوف يلعب نهائيات في منطقه الجوف، وبعد ذلك كان هناك فريق متاهل سوف يلعب النهائيات الاخيره في محافظه الاحساء والمنطقه الشرقيه. كلمة أخيرة للفائزين. والله أتمنى لأبناء الطلاب صراحة التوفيق إن شاء الله، وصراحة أنا سعيد اليوم بالروح اللي شفتها، الروح التربوية بين الطلاب، السلام والمعانقة بعد نهاية المباراة، بحيث أننا لا نخرج عن الإطار التربوي في هذه المناسبات الرياضيات أو غيرها، وذلك أوجه شكري لكم شخصيا وللزملاء وإخواننا الضيوف اللي شرفونا صراحة ومتعونا صراحة في حضورهم لهذه المباراة. يعطيك العافية. شكرا يا أستاذ، الله يعطيك العافية. شكرا. موجودة ما في حد.
نقابل احد المشجعين لمدرسه ابو عبيده، نرحب فيك. اليوم متحمس شايف اليوم مره متحمس. والله يستاهلون الحماس، شباب عبيده، شباب سليمانيه جميع، والشباب اللي تعبانين علينا قلنا احنا عيال سليمانيه نجي بطوله، نجي للبطوله، ما نروح بدون بطوله. نبغى نشوف طرب لابو عبيده. والليله ليله وسيله وسيله، والليله ليله